هلا شباب. اليوم راح اسوي وصفة كلش طيبة من المطبخ الهندي، هي شوربة الدجاج بالزبدة. جبت كيلو افخاذ دجاج بدون جلد وبدون عظم، وضفت 3 فصوص ثوم، 4 خواشي كوب كركم، وخاشوقتين كوب زنجبيل، وخاشوقتين كوب ملح، ونص كوب لبن. وأخلط التتبيلة ويا الدجاج خلطة كلش زينة على مود كل طبقات الدجاج تشرب من هذه التتبيلة. وأغطيها وأتركها ساعة، وأخلي بالطاوة 3 خواشي كوب زيت نباتي، وأبدي أقلي الدجاج. وإذا حبيتوا الفيديو أتمنى تسوون إعجاب واشتراك بالقناة، لأن هذا كلش يساعد القناة. ومن أقلي الدجاج أنطيه وقت على مود يحصل على هاي الكرملة اللي تنطينا نكهة كلش مميزة بهذه الوصفة. وبعد ما تستوي أشيلها وأضيف الوجبة الثانية. أنا سويت 7 أفراد دجاج. وأقطع الدجاج مكعبات صغار. وأثرم بصلايتين ثرم ناعم. وأضيف للقدر 2 كوب زيت نباتي، وأضيف البصل، وأحمس البصل حمسة خفيفة. والبهارات اللي راح أضيفها هي هيل وكزبرة وحلبة. راح أطحنها وأضيف خاشوقة أكل. أقلب البهارات ويا البصل، وأضيف 5 حواشيق أكل صلصة الطماطة أو تقريبا ربع كوب. وأقلب الصلصة شوية أيضا. وأضيف 3 أكواب من مي الدجاج على التتبيلة اللي تبلت بيها الدجاج. أخلطها خلطة خفيفة وأضيفها للقدر.
ومن تبدي تغلي أخلطها بالهاند بلندر. وأجيب كوب جوز وأثرمه ثرم ناعم. طبعا هي الوصفة الأصلية بها كاجو، بس أنا ما عندي كاجو فاستعاضيت عنه بالجوز وشفته يشتغل كلش زين. وأضيف الجوز للسوب وأخلطه شوية. وهنا ضفت زبدة أيرلندية. الزبدة الأيرلندية تكون كلش مميزة وطعمها كلش طيب، تقريبا ضفت 60 جرام. واسم الوصفة شوربة الدجاج بالزبدة، مو لأن كمية الزبدة هواية، وإنما الدجاج يكون كلش مطبوخ وذايب مثل الزبدة، فلا تخافون ما بيها زبدة هواية. ومن تغلي أضيف الدجاج اللي قطعته وأخلطه بالسوب. وأخليه ينطبخ على نار هادئة لمدة 20 دقيقة. وهنا ثرمت شوية معدنوس، والشوربة صارت جاهزة كلش طيبة وكلش مميزة، أنصحكم تجربوها. وأزين الوجه شوية بمعدنوس وصنوبر ينطيها نكهة مميزة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. شكرا للمشاهدة، ونشوفكم فيديوهات قادمة.